ان شاء الله النهارده هنعمل خبز الجبن البرازيلي. خبز طعمه حلو قوي، كريسبي من بره، هش جدا من جوه، محشي جبنه. وكمان هقولك على بعض البدائل اللي هخليه يطلع معايا بالشكل الجميل ده من غير استخدام نشا التابيوكا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنستخدم هنا صينيه الكب كيك، همسحها مسحه بسيطه جدا من الزيت. وعندي هنا بيضتين بدرجه حراره الغرفه. هضيف عليهم معلقه صغيره من الخل، وهضيف عليهم كوبايه من الزيت حوالي 170 ملي، وعليهم كوباية من اللبن أو الحليب 200 ملي. طبعا هتستخدمي هنا شبشق الخلاط العادي. هخفقهم كويس جدا، وهضيف عليهم ربع كوباية من الجبنة الموتزاريلا، وعليهم ربع كوباية من الجبنة الرومي أو الجبنة التركي، أي نوع جبنة استخدميه. وعندي 300 جرام من الدقيق على نشا، يعني هستخدم كوبايتين من النشا لكل كوباية وزنها 100 جرام. هضيف كوبايتين من النشا وكوباية من الدقيق وزنها 100 جرام، يعني المجمل كله 300 جرام نشا على دقيق. وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح. هخفقهم كويس جدا. طبعا هنا الوصفة الأساسية كلها نشا من غير دقيق، بس أنا حبيت استخدم دقيق عشان حسيت إن النشا هيبقى طعمه قوي جدا، فالأفضل إن انت تستخدمي معاه دقيق. وطبعا النشا اللي بيستخدموه هنا هو نشا التابيوكا، احنا استخدمنا مكانه النشا العادية. هبدأ ان انا انزل كده بالخليط، وعندي هنا خطوة اختياري. هضيف في النص هنا شوية من الجبنة موتزاريلا مع شوية من الجبنة الرومي كده. طبعا دي الخطوة دي اختياري. وعندي هنا طبعا الجزء التاني هضيف الخليط عادي من غير اي جبنة فيه، طبعا لو احنا عارفين ان الخليط كله جبنة. طبعا الكمية دي عملت حوالي 11 قطعة، لأن عندي قوالب الكب كيك هنا كبيرة، فانت لو قوالب الكب كيك عندك صغيرة هتاخد ال 12. طبعا احنا مجهزين الفرن على درجة حرارة 200، خد معايا 35 دقيقة، وطبعا حسب تسوية كل فرن عندك بيسوي ايه، ممكن ياخد مدة أكتر أو ايه أقل. وادي شكلها، شايفين بقى داخل الفرن اول ما ترتفع معاكي تعرفي ان هي كده استوت. شايفين بقى، عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا. فعلا خبز الجبنه يعني ريحته جميله جدا بطعم الجبنه فعلا. هش جدا من بره من جوه، وكريسبي جدا من بره. بصوا لما اجي اضغط عليه، طبعا عايزه اقول لكم ده مش عجين، ده الجبنه ان هي ساحت جواه، اللي هي جواها. بصوا، يعني جميل جدا، وباين في شكل الفراغات باينه فيه قوي، هش جدا. احنا عارفين ان النشا طبعا بيخلي الهشاشة في العجين. وهفتح لكم برضو واحدة من الجبنة بالشكل ده. بصوا بقى حلوة قوي. طبعا استخدمي بعض البدائل، طعمها حلو وريحتها كمان جميلة جدا. ممكن تستخدميها أثناء الفطار أو في العشاء. حلوة وخفيفة قوي. شايفين بقى مطة الجبنة حلوة جدا، فعلا يستحق التجربة وطعمه حلو قوي. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. سهل وبسيط، ما خدش مننا وقت خالص. جربوه هيعجبكم، وبالهنا والشفا.